لك وين الطاسة؟ ومين ضيعها؟ لا تروح، تعال أحكي لك قصة الطاسة الضايعة. على ذمة الراوي وأيام الاحتلال العثماني بدمشق كان في حارة اسمها العطارية، وأي مشكلة بتصير بالحارة أو بالأحياء المجاورة بيروحوا لعند الشيخ رجب وبيقولوا له هاتوا هالطاسة لنفصل بين الحق والباطل، وصار كل طرف يتهم الثاني لبينما اجى الشيخ رجب جيب لي هالطاسة يا ابني لا عدل بين الحق والباطل. بس الصدمة الطاسة كانت ضايعة وصار الكل يدور عليها، وصار كل طرف يتهم الثاني، ابن الجيران اخذها، الحارة الثانية سرقتها، الشيخ نفسه هو اللي خباها، وهيك هيك هيك ضاعت الطاسة وضاع الحكم وضاع العدل وصارت الناس تدق ببعضها. الرواية الثانية وكمان على دور الحكم العثماني فرضوا رقابة على البزوريين لأنه صاروا يغشوا بالوزن وجابوا لهم طاسة وصار نظام التسعير على هالطاسة، بس التجار ما التزموا وصاروا يغشوا بالوزن. بعد ما خبوا الطاسة الأساسية صارت الناس تشتكي لبين ما اجت الرقابة، بلشوا يدوروا على المحلات واحد واحد، كل ما يسألون وين الطاسة بيقولوا لهم ضايعة الطاسة. برأيكم أي قصة أكثر من الحقيقة؟ ولا ضايعة الطاسة بيناتهم. وأنا أسامة وهي منصة ويفلي.